السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. اهلا بيكم في فيديو جديد في يلا مع علاء. لو انت اول مره تشوفني والفيديو عجبك يا ريت تنسانيش باغلى واحلى واجمل لايك وشير، واتبعنا واشترك دلوقتي معايا. ولو انت او انتي من المتابعين اشكركم على الثقه الغاليه ديت. النهارده الاثنين، وزي ما احنا عارفين كل يوم اثنين واربع هيبقى في حلقه جديده من حلقات اعرف. في كتاب جميل جدا انصح الكل انه يقراه، اسمه كيف تكسب الاصدقاء وتؤثر في الناس لديل كارنيجي. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت وكانت بعنوان قانون الحب، وقلنا فيها ازاي تخلي الناس تحبك على طول ومن اول كلمة وبطريقة سهلة جدا. هنكمل النهاردة في حلقة اعرف بقية المبادئ والافكار ديت، وعنوان حلقة النهاردة بيقول اهم قاعدة في العالم. يلا بسرعة نبتدي حلقة النهاردة يا شباب. الفلاسفة فكروا كتير وحاولوا من زمان يحطوا قواعد للعلاقات الإنسانية، وبعد التفكير والوقت ده كله وصلوا لمبدأ واحد بس، وما كانش مبدأ جديد ولا حاجة، بالعكس ده كان قديم وقديم قوي كمان. عارفين ايه هو؟ افعل للآخرين ما تحب أن يفعلوه من أجلك. كلنا محتاجين نحس بمشاركة الناس معانا، وإنهم يعترفوا بقدرنا الحقيقي، ونحس بالأهمية اللي نستحقها. بس خليك واقعي، إذا كنت أنت أو أنتي مش حاسين بقيمة نفسكم الحقيقية اللي تستحقوها فعلا، تتوقعوا إن الناس تحس بقيمتكم؟ طب إزاي؟ بالغ دايما في تقدير غيرك. أيوة، كلنا عايزين كده ولازم نعترف بيه، ولا إيه؟ خلاص، يبقى لازم من هنا ورايح نطبق القاعدة الذهبية واللي بتقول افعل للآخرين ما تحب أن يفعلوه من أجلك. امتى وفين؟ الإجابة بسيطة جدا، طول الوقت وفي أي مكان. زي ما احنا متعودين في كل حلقة اعرف بنقرأ فقرة من الكتاب، والنهاردة في فقرة جميلة جدا الحقيقة شدتني جدا وحبيت أقراها معاكم، وبتقول: سألت مرة موظف الاستعلامات في إذاعة المدينة عن رقم مكتب شخص ما، وكان مرتديا زيا أنيقا وفخورا بالطريقة التي يؤدي بها عمله. فأجاب بوضوح: هذا الشخص ثم توقف برهة الطابق كذا ثم توقف برهة غرفة كذا. اندفعت إلى المصعد ثم توقفت وعدت قائلا له: أهنئك على طريقتك الرائعة التي أجبت بها على سؤالي. كنت واضحا ومحددا: أنت فنان. هذا أمر لا يتكرر كثيرا. فأشرق وجهه واهتز طربا، مش الطرب اللي احنا بناكله فأشرق وجهه واهتز طربا وأخبرني عن سبب توقفه برهة كل مرة، والسبب الذي جعله ينطق كل جملة كما نطقها. كلماتي القليلة جعلته يرفع ربطة عنقه إلى الأعلى قليلا، وعندما وصلت إلى وجهتي شعرت أنني أضفت شيئا إلى هذا الرجل، بل إلى الإنسانية كلها في هذا اليوم. لا يجب أن تنتظر حتى تصبح سفيرا أو رئيسا لدولة ما لكي تستخدم هذه الفلسفة، بل تستطيع أن تفعل بها فعل السحر كل يوم بعبارات بسيطة جدا، مثل: آسف لإزعاجك، هل أطمع أن تفعل كذا؟ من فضلك هل تسمح إني أشكرك؟ سوف تجعل الحياة الطاحنة أكثر سهولة، وهي دفعة جيدة للتربية. ولا إيه؟ دي يا شباب كانت فقرة النهاردة، ودي كانت حلقة النهاردة من حلقات اعرف، اللي اتمنى ما كنتش طولت عليكم، واتمنى اكتر اكون قدرت اساعد او افيد اي حد بيتفرج على حلقة النهاردة. اشوفكم ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي في حلقة جديدة من حلقات اعرف. بس قبل ما انهي الحلقة احب اقول لكم انتم مش لوحدكم، انا هكون معاكم، ومش انا وبس، انا وكل المتابعين هنكون معاكم كل يوم، وهنتكلم في حاجات كتير ونعمل حاجات اكتر من شأنها تدينا الطاقة الايجابية وتقول لنا هاي انتم مش لوحدكم، كلنا معاكم وربنا معانا. بس المهم انتوا تكونوا عايزين تساعدوا نفسكم عشان احنا نقدر نساعدكم.
هسيب لكم لينكاتي في الفيديو عشان اي حد يحب يتواصل معايا. يهمني جدا 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 ان اعرف رأيكم وافكاركم وملاحظاتكم، حتى انتقادكم في حلقة النهاردة. وزي ما بقول في كل حلقة، في ناس كتير وجهات اكتر مراهنة على فشلنا. يا ريت ما تدوش فرصة لأي حد انه يراهن على فشلنا ويكسب الرهان، لان ببساطة مقامنا غالي وعالي جدا. بس احنا لازم نحس ونعرف ونتأكد من جوانا بالكلام دوت عشان نقدر نساعد نفسنا واللي حوالينا، وهنقدر ان شاء الله. ده كان فيديو النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم. ولو عجبكم يا ريت تبخلوش عليا باغلى واحلى واجمل واعظم لايك وشير، وتتفاعل وتشترك الوقت معايا في الحلم، عشان انت او انتي بقيتوا جزء من حلم عظيم. ده كان فيديو النهارده، اشوفكم بكره فيديو جديد وحلقه جديده ويلا جديده في يلا مع علاء. Stay positive. You awesome. السلام عليكم.